شديد جدا في قضيه هروب ناصر الجن. لكن التداعيات هي اللي خطيره وخطيره جدا في الحقيقه. مش نتكلموا على حتى مش نتكلموا على ضابط كبير عادي او حتى على جنرال عادي، رانا نتكلموا على شخص منذ 92 ظهر منذ 92 كضابط صغير، ليتنون ثم كابيتان ثم كوماندو، الى ان وصل في منتصف 2013 2014 الى عقيد، ثم طرد في ايام الطرد العظيم وتفكيك الدي ار اس، ولكن خاصه فيما بعد يعني عنده اسرار التسعينات واسرار الحرب القادره، وهذه الاسرار يمكن يخرج واحد مثله هو ويعلنها على الملأ في العالم، هذه ستحدث زلزال رهيب وستؤكد كل ما قلناه وستزيد عليه. يعني كل ما قلت انا وكثير من المناضلين اللي يعود تاريخهم الى بدايه التسعينات واللي جاوا فيما بعد واللي جاوا فيما بعد، وما قلناه على الحرب القادره وعلى الدمار، ستحدث زلزال هائل. لكن ربما هم الان مش خايفين من التسعينات الا بدرجه ثانيه، هم خايفين ما بعد عوده ناصر الجن الى السلطه. كان هرب خاصة معاه في فترة نزار، كان عنده بزنس رهيب كبير جدا في إسبانيا، ويدير شركات ملايين عشرات الملايين من الدولارات نهبها دينار وعملة إلى آخره، وأنشأ بها شركات في خاصة في فرنسا وفي إيطاليا وفي غيرها، وأشياء أخرى تم تبييض أموال، شراء عقارات ناصر الجن ومن معه. لكن الخطورة نتاع ناصر الجن هو بعد عودته بعد رحيل قايد صالح اللي كما نعرف مات مغتالا، وتعيينه مباشرة على أعطاه منصب بعد أشهر في بداية 2020، أعطاه منصب داخل المخابرات، ثم أصبح هو المسؤول الأول على مركز عنتر للتعذيب، الجزائريين يسموه مركز عبلاء، وهو مركز اشتهر بتعذيب رهيب منذ الثمانينات لكن خاصة بعد التسعينات، وفيه مورسة جرائم بشعة يوما ما إن شاء الله ينتشر الشعب وتخرج كل هذه التفاصيل عما جرى في هذا. وانا من هنا يعني مش عارف راح يكون الانسان حيا او ميتا من ذاك الوقت، وان كان ان شاء الله ما بقاش كثير لسقوط العصابه. انصح الجزائريين بان كل مراكز التعذيب يقيموها كمتاحف تخلد فتره البؤس الشديد والقمع الشديد والقهر الشديد والتعذيب الشديد اللي حكمتهم به عصابات المافيا العسكريه. قلت الخوف، ولذلك في اخبار اليوم الخوف هو منذ وصوله، ولذلك في اخبار اليوم لا استطيع ان اؤكدها 100% لان مصدر واحد، ولكن لا استبعدها. والخبر يقول بان شنقريحه نقل على جناح السرعه ليله البارحه الى عياده صحيه متخصصه جدا، وهذه العياده متخصصه اكثر في الناس اللي يوصلوا يعني بجلطه دماغيه او سكته قلبيه. لماذا هذا ممكن؟ كما قلت يعني ما ناكدهاش 100% لكن لا استبعدها اطلاقا. لماذا؟ باختصار بسيط، اولا شنقريحه عمره 80 سنه، الناس مرات 80 سنه بدايه من 60 سنه تبدا الناس قد تصاب بجلطات دماغيه او قلبيه، واحيانا حتى قبل 60 سنه. الامر الثاني انه شنقريحه عنده امراض كثيره جدا. الامر الثالث ان شنقريحه يعني يستهلك الخمور بشكل رهيب جدا، وما زال حتى في هذا السن يستهلك الخمر ويستهلك المخدرات ايضا، انواع متعدده من المخدرات يستهلكونها، وهذه الامور تضعف الانسان. صحيح انه يتلقى رعايه هائله، رعايه صحيه تاع لي مساج، تاع الادويه اللي ترفع الطاقه، تاع الادويه اللي تعدل الجسد، اللي تعدل الراس، تعدل النفس، تعدل، هذه كلها موجوده. لان الجنرال الجزائري ناصر الجن يطلب اللجوء السياسي رسميا في المغرب. شكون هو هذا الجنرال الجزائري وكيفاش حتى هرب من القصر المراديه؟ عطيونا لايك وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك واشترك في القناه وعطينا رايك في التعاليق، ونبداو على بركه الله. ناصر الجن واحد من اقوى الجنرالات في الجزائر كامله، واحد من رجالات ديال فرنسا اللي كتعول عليهم في الجزائر، قاري مزيان وعنده خبره عسكريه اكثر من شنقريحه، وهادشي اللي غيخلي سعيد شنقريحه يشدو ويدخلو للسجن العسكري. حتى غادي تدخل فرنسا وغتخلي شنقريحه يخرجوا من السجن في الوقت اللي كانت الجزائر كتطلب وترغب فرنسا وماكرون باش يجيو يديروا زياره للجزائر. كان المقابل باش يجي ماكرون للجزائر خصهم يطلقوا الجنرال ناصر الجن، وفعلا غادي يخرج من الحبس ويثبتهم حتى كدوز واحد الايام طويله، وبالضبط من بعد ما داز عام باش خرج من الحبس وغادي يشطيطو ويركب الزودياك وما يعرفوه فين صد. دابا المخابرات الجزائريه منوضه قرباله كتقلب على هذا الجنرال فين مشى. المخابرات الجزائريه كتقول باللي طلب اللجوء السياسي في المغرب،
دابا راه مرونه الجزائر كامله على هذا الجنرال اللي هرب للمغرب وطلب اللجوء السياسي. من جهه المغرب ما كاينه حتى شي حاجه رسميه بان هذا الجنرال ناصر الجن جا المغرب وطلب اللجوء السياسي، ولكن باش يهرب واحد من اقوى الجنرالات ديال الجزائر كامله، هذه بحد ذاتها ضربه خايبه للجزائر والعصابه اللي كتحكم قصر المراديه. فتصوروا معايا قبل ما يتعرف ويخرج الخبر بان هذا ناصر الجن هرب من الجزائر، اش دارت المخابرات الجزائريه باش تغطي على هذه الفضيحه؟ خرجوا اشاعه للمغرب وقال لك الجنرال المغربي قائد القوات المسلحه الملكيه المغربيه الجنرال بريط راه هرب من المغرب وما عرفوه فين زاد. هذه الاشاعه اللي خرجوا على قائد القوات المسلحه الملكيه المغربيه الجنرال بريط كانت غير اشاعه باش يخبيوا الخبر والفضيحه ديال هروب جنرال الجزائري ناصر الجن. ولا كانت الجزائر كتخرج عنا اشاعات بان الجنرالات ديالنا كيهربوا، حنا كنتكلموا وكنهضروا وكنشروا الخبر الحقيقي ديال هروب جنرال جزائري واللي الاسم ديالو ناصر الجن، واللي الجزائر كامله في خبارها وكتهضر على هذا الهروب. ولكن حنا شنو الدور ديالنا؟ هو نشروا هذا الخبر الحقيقي والمعلومه باش توصل للعالم كامل ويعرف العالم كامل مع من حشرنا الله في الجوار، ويعرفوا بان الزريبه ديال الجزائر ولات بحال شي سجن كبير، وماشي غير المواطنين اللي ولاو كيهربوا وكيحرقوا خارج البلاد وكيركبوا الزودياك، حتى الجنرالات والسميات البارزه في الجيش الجزائري بدات كتهرب. هادشي راه ولينا كنشوفوه عادي في الجزائر. شي حنا لا سمعنا الرئيس ديال الجزائر عبد المجيد تبون شي نهار هرب غادي تجينا عاديه وما نتصدموش. ولكن نتوما كمتتبعين شنو الراي ديالكم؟ واش المغرب غادي يقبل هذا اللجوء السياسي للجنرال الجزائري في المغرب، ولا اي حاجه جايه من الجزائر ما عندنا ما نديروا بها؟ المهم ابطلوا تحت التعليق وكتبوا لي الراي ديالكم، واش نتوما مع الجنرال ناصر الجن ياخذ لجوء سياسي في المغرب ولا لا؟